السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فيصل في فيديو جديد. أصبحنا اليوم يوم 14/1/2017 على خبر جميل برفع الحظر عن السودان. حتى لو ما كنت أنت سوداني تابع المقطع للنهاية حتستفيد منه. في عام 1997 لما احنا كنا صغار اطفال وكان رئيس الولايات المتحدة في الزمن ذاك بيل كلينتون اتخذ قرار بفرض حظر تجاري شامل ضد السودان بتهمة رعاية الإرهاب. فعلا في الزمن ذاك كان في مشاكل إرهاب وكان في المشاكل حقت ناس أسامة بن لادن، لكن أنا ما حتكلم عن الموضوع ده عشان ما تدخلوني في مشاكل. المهم طبق الحظر على السودان، وممكن في بدايته ما كان مؤثر شديد، او ممكن احنا كنا صغار زي ما قلت واحنا ما كنا عارفين تاثيره. فمرت الايام في الفتره الاخيره والسنين الاخيره للسودان كان تاثير الحظر باين وكبير عليه. كثير من القطاعات الحكوميه اتدمرت او اصبحت شبه مدمره، مثل الخطوط الجويه السودانيه، المستشفيات، التعليم الحكومي ممكن نقول، والجامعات طبعا. دي كانت نظره عامه عن تاثير الحظر على السودان. وحس احنا جانا الخبر الجديد ده بمناسبه رفع الحظر. وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الجمعه الامر التنفيذي برفع العقوبات الاقتصاديه والتجاريه التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه منذ 20 عاما على السودان، بالضبط نفس عمري. وده خبر فعلا مفرح شديد للسودانيين لانهم عانوا كثير، سواء كانوا موجودين في السودان او حتى طلعوا من السودان. بالرغم من اني انا واهلي طلعنا من السودان من سنين، الا انه تاثير الحظر كان فعلا قوي علينا هنا برضو. ودي ناس ما يعرفوها السودانيين اللي داخل السودان، فاكرين تاثير الحظر فقد عليهم هم جوا. لانه الواحد لما يطلع من السودان ومشي دوله مثلا متطوره شويه، الحياه كلها بتكون مبنيه على ستاندر متطور. فلما تكون دولتك انت مثلا متاثره بالحظر وحاجات زي كده، انت من ناحيه وثائق بتكون متأثر. يعني مثلا ممكن تمشي تفتح حساب في البنك ويرفضوك، وهذا فعلا حصل لي انا، فقط لان الجواز سوداني وفيه حظ. بالنسبه لداخل السودان طبعا ظاهره في الفقر والمشاكل في الحكومه، فمبروك لنا كلنا الخبر. لكن حسا السؤال، هل الكلام ده حقيقه؟ نعم، لازم يكون حقيقه لانه موجود في كل النشرات وكل الجرايد، وهو فعلا حصل. لكن في مقولات تقول انه حيبدا يطبق بعد 6 شهور. في الفتره دي فتره تمهيديه بس حتى يشوفوا حكومه السودان هل هي وقفت تدعم الارهاب وبدات تقف مع حقوق الانسان كده ولا لا. واوباما بدا القرارات بس لكن ما كملها، بعد 6 شهور حيكملها الحبيب دونالد ترامب. والله اعلم حيعمل فينا شنو. بنهايه الفيديو ده ان شاء الله تكون دي بدايه خير للسودان والسودانيين داخل وخارج السودان، ونكون متفائلين ونجتهد عشان يحصل لنا الخير في المستقبل. وبالمناسبه القرارات حقت اوباما دي جات بسبب ضغط كبير من السعوديه وبعض الدول الافريقيه، فشكرا لكم. وفي النهايه الامر كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يظل المالك الله سبحانه وتعالى وعليه نتوكل. شكرا للمشاهدة، ما تنسى انك تشترك في المقطع، ما تنسى انك تعمل لايك فيه وتعلق تحت. هل تفتكر انه رفع الحظر على السودان حيكمل على خير؟ وبما ان اوباما اخره، هل تعتقد ان دونالد ترامب حيعقده؟ سواء كنت سوداني او ما كنت سوداني، لك حرية التعبير، ورينا رايك.